صباح الفل يا حبايبي، صباح الفل على عيونكم جميعا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. ايه رأيكم في الطبق التحفة الجميل دوت بمنظره الشهي جدا دوت؟ يا رب يعجبكم. ده انا عندي نص كيلو جلاش اهوت، هعمله المرة دي بالحشوة اللي قدامكم دي كلها، جبنة رومي وبسطرمة. عندي بيضة وكوباية لبن، دول هيتحطوا في الاخر، وكيس كيك شيف. عندي فلفل اخضر متقطع، وعندي جبنة موتزاريلا. وادي نص كيلو الجلاش بتاعي. وعندي زيتون كمان مخلي اهوت بوريهولكوا. هبتدي طبعا ادهن الصينيه باي ماده دهنيه عند الواحد، يعني سواء عندي زيت، عندي سمنه، عندي سمنه على زبده زي ما انا عامله كده. باخد حته زبده وباخد حبه سمنه عليهم وبفكهم مع بعض كده على النار، وابتدي ادهن الصينيه. وبدات احط كل رقه واحط عليها بالفرشه كده خفيف من المادة الدهنية ديت، عشان يطلع مورق، ما يطلعش مكتوم ولازق في بعضه. اهو الحمد لله. برضو ورق الجلاش يعني مقاس الصينية فيه بتبقى حتة بس هي اللي زايدة، بتني مرة من هنا ومرة من هنا عشان يطلع مساوي. لما عملت نص الصينية بالظبط، جبت الحشوة بتاعتي. اول حاجة بحطها طبعا البسطرمة، ببتدي افردها واحدة واحدة، املى بيها الصينية. هي طبعا جميلة البسطرمة ريحتها لوحدها كفاية يعني في الفرن بصراحة، بتبقى لذيذة جدا وبتفتح النفس اكتر من ما بيكون بلحمة او بفراخ كمان. ادي البسطرمة اهيت هتخلص، خلصتها خلاص اهوت. حطيت اخر حتة في الصينية. هبتدي بقى ايه، اجيب الفلفل بتاعي ارشه كده على وش البسطرمة، بيدي ريحة جميلة جدا لاي نوع صينية جلاش، يعني سواء بالجبنة، سواء باللحمة المفرومة، سواء بالفراخ، بنحط معاها فلفل. ادي الزيتون، بس بحط زيتون قليل شوية هنا عشان البسطرمة بتبقى حادقة، والزيتون برضو هيبقى حادق، والجبنة الرومي هتبقى حادقة. فعملت حسابي اني اكون حاطة الزيتون يبقى قليل شوية، ما يبقاش كتير. وادي الجبنة الرومي بتاعتي بدأت ارشها اهوت. ببدأ ارشها كده واحدة واحدة، اوزعها على الصينية، ومش ضروري اخلصها كلها برضو، يعني اللي في الطبق قدامي، بحيث انها ما تحدقش الاكل قوي، ما تخليهاش حادقة قوي. عندي بقى حته جبنه موتزاريلا حلوه كده، هبتدي احطها واوزعها كده على الصينيه. هي مش كتير قوي يعني، هو كيس صغنن بصراحه اللي كان عندي، بس برضو هيأدي الغرض وهيعمل برضو شغل حلو مع الجبنه الرومي. بس رصيت بقيت كده الصينيه خلاص الحمد لله خلصتها. وببتدي اقطعها. ديت قطعتها على هيئه سمبوكسات كده. جبت البيضة بقى بتاعتي اهيت، وببتدي اضربها بملح وفلفل، واضيف عليها بقى ايه، اللبن بتاعي. كوباية لبن هي كفاية، اول الصينية كوباية لبن بتبقى حلوة يا دوب. ودايما بضيف على كوباية اللبن ديت والبيضة ديت بحط معلقة بيكنج باودر او كيك شيف، اللي عندي اللي موجود عندي بحط منه معلقة. بصراحة بينفش الصينية جدا، بيخليها جميلة ومورقة ولونها جميل. اهي خلصت ضربها خلاص، نزلت بيها هي على صينية الجلاش. وطبعا انا مولعة الفرن بقالي اكتر من ربع ساعة. سبتها شوية في الفرن اهي، تبصوا لونها طالعة جميلة ازاي. هي طالعة في الحقيقة كمان اجمل من كده بكتير.
بصوا حتة الجلاش، بصوا انا بقطع، بصوا الجبنة الموتزاريلا مع انها كانت قليلة مش كتيرة، بس بصراحة تحفة، ريحتها تحفة وطعمها جميل. يا رب يكون عجبكم الجلاش اللي بالبسطرمة ده.